الدوري المصري هيبدأ يوم 8 أغسطس، والموسم ده مختلف عن أي موسم بس فيه شوية من الموسم اللي فات. عدد الفرق في الدوري بقى 21 فريق، وده حصل بعد ما تم إلغاء الهبوط في الموسم اللي فات وصعود 3 فرق اللي هم وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية والمقاولين العرب. وبكده كل جولة هيبقى فيه فريق رايح ما بيلعبش لأن العدد فردي. الدوري السنة دي برضه هيتلعب على مرحلتين. أول مرحلة كل فريق هيلعب فيها 20 ماتش في دور واحد، وبعد كده الفرق بتتقسم مجموعتين. أول مجموعة وهي مجموعة القمة وبيبقى فيها 7 فرق بيتنافسوا على اللقب، ومجموعة هبوط فيها 14 فريق وبيتحدد منهم 4 هينزلوا. الهدف من النظام ده ان الجدول يبقى اخف وفي نفس الوقت يزود التنافس سواء فوق او تحت زي الموسم اللي فات بالظبط، واللي كان عاجبني قوي بسبب التنافس اللي فيه، بس باظ في الاخر بسبب القرارات الغريبه والعشوائيه. اول ماتش للاهلي في الدوري هيبقى قدام مودرن سبورت، واول ماتش للزمالك هيبقى مع سيراميكا. اما الديربي بين الاهلي والزمالك فهيبقى في الجوله التاسعه. بنتمنى في الموسم ده الكل يتعامل معامله واحده بحسب اللائحه، ويكون في عداله تحكيميه مع الفرق كلها، واكيد طبعا عدد الجماهير يزيد اكتر. وفي النهايه هنشوف مين هيقدر يثبت نفسه ومين هيتورط في دوامه الهبوط.